السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد. طولت انا الغيبة المرة دي، حتى انا حاسة انكم وحشتوني، لان الفيديوهات حتى الاخيرة اللي انا كنت مصوراها من قبل كده، يعني من قبل التاريخ اللي نزلت فيه، فوحشتوني جدا. وانا جايه النهارده مش هحكي لكم على تجربتي او هشتكي لكم همي او هحكي لكم اللي حصل لي، على قد ما انا جايه انصح الناس انها تضيق دايرتها. ومش معنى انكم تضيقوا دايرتكم انكم تقاطعوا الناس او البعد عن الناس غنيمه او الكلام ده، لا. انا جايه اقول لكم بس انكم تحددوا اولوياتكم، مين الناس اللي بتحبنا قوي، مين الناس اللي بتحبنا بس، مين الناس اللي تستحق انها تبقى معارف، مين الناس، يعني نحدد بقى كده اولويات الناس في حياتنا. طبعا انا عايزه اقول لكم قبل ما ابدا ان انا كنت عارفه ناس كتيره من الناس اللي حددت اولوياتها في حياتي، ولكن في ناس كتيره ظهرت الحمد لله. نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد، وبسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. والعنوان صحيح، انا اصبت بجلطتين في المخ. هحكي لكم الحكايه من الاول لو يتسع صدركم ليها. انا صحيت من اسبوعين تقريبا او من 3 اسابيع. انا مش عارفه الفيديو هينزل امتى علشان يعني ابقى عارفه اقول لكم الميعاد بالظبط اللي يعني هو تقريبا كان في 1/7. صحيت من النوم حسيت بتنميل في اطرافي الايدين والرجلين. وقلت انا نمت على جنبي غلط، ونمت على جنبي وخدت برد وقمت وعشت حياتي وكملت يومي عادي ونزلت شغلي. وانا في الشغل بدات اتعب اكتر، بدات احس بان التنميل بيزيد، ان الاطراف، انا كانت التنميل في صوابع ايدي كده وبس، فلقيت التنميل بدا يتسرب الى باقي ايدي ويطلع على رجلي، على كف رجلي والفوق السمانه، بقت في الم فظيع مع تنميل الرجل اللي هو عضله فخذ الرجل. برضو بدات على الساعه 9 بالليل، كانت الدنيا الحمد لله رب العالمين. بعدها بشويه كمان تاني يوم نزلت بقى شغلي. في اليوم التاني كان عندي شغلتين، شغله الصبح وشغله بالليل. فانا كنت مجرد ان انا رحت المشوار بتاع الشغله الاولانيه كنت خلاص بقى انا عايزه اعيط، مش طايقه حد، خلقي ضيق، مش مستحمله الالم والوغز والتنميل اللي موجود في ايدي ورجلي. مش عارفه اوصف ده الم ولا وغز، ولكن انا تعبانه. رجلي الشمال بتخني. انا شغلي في الصيدليه الاولانيه بيبقى فيه طلوع ونزول سلم، مش قادره اطلع حرفيا، حاسه اني هقع. يعني ما علينا، عدى يوم واثنين وثلاثه والموضوع عمال يزيد والتنميل عمال يزيد، وبدا يحصل لي الم في نص راسي اللي هو الشمال. رحت للدكتور، قال لي دي جلطه، ولازم نعمل اشعه مقطعيه، ولو ما بانش فيها حاجه هنعمل رنين، وهتطلعي من عندي تاخدي حقنه كليكزان. بالمناسبه معلومه على الماشي، يعني حقنه الكليكزان دي مذيبه للجلطه. لو لقيت الصوره هجيبها لكم، ان كان في حد من يعني التيك توكر او اليوتيوبر كان بيعمل شورتس كده، فبيكتب دكتور انا قابلت مريض وكان ضغطه عالي فاديته اسبرين وكليكزان، ومش كاتب التفسير ان كده غلط. الانسان والمريض لما يكون ضغطه عالي ما ينفعش ياخد كليكزان او اسبوسيد بصفه من غير استشاره الطبيب، لان ده ممكن يعمل نزيف داخلي او نزيف في المخ. فدي كانت الجزئيه بتاعت الحته بتاعت التيك توك دي، لان هو اساسا قال العرض وقال انه ما ينفعش، بس ما قالش ليه، يعني ما قالش ما ينفعش ليه. فده يعني للتوعيه للناس ان الكليكزان ما بتتاخدش كده، ولا الاسبوسيد عامه بيتاخد بعد ال 35، لان احنا بسننا بيبقى كبر فالسيوله عندنا بتبقى اقل، فبناخده عادي. انما هو الكليكزان بصفه شخصيه يعني بكل تركيزاته ما بيتاخدش مع الضغط العالي عشان ما يعملش نزيف. وعلى الصعيد الاخر اللازكس حقن ما بتتاخدش برده لما يكون انسان عنده ضغط عالي، غير برده باستشاره الطبيب، لان يقول لك انا ضغطي عالي اخد حقنه لازكس هتنزل الميه وضغطي هيتظبط. لا، لان لو في اعراض جلطه او تجمع دموي فده بيبقى غلط مع اللازكس. ودي كانت المعلومه اللي انا عايزه اقولها في النقطه دي. نرجع لموضوعنا. رحت للدكتور زي ما قلت لكم، وقال لي لازم تاخدي حقنه كليكزان دلوقتي، وتاخديها لمده 3 ايام كل 24 ساعه، وتمشي على الاسبوسيد وتجيبي. بيني وبينكم انا خدت حقن الكليكزان وخدت الاسبوسيد وما رحتلوش، ولقيت نفسي اتحسنت. يعني انا خدت الكليكزان وخدت الاسبوسيد ولقيت نفسي اتحسنت، ما رحتلوش. التنميل موجود حتى وقتنا هذا. التعب والوغز بيجي لي لما بعمل اي مجهود ولو بسيط. يعني انا لو قمت مثلا عملت حاجه بسيطه في البيت، اي شغل بيت، ببدا اتعب. لو نزلت حتى الصيدليه اللي في حلوان اللي جنب البيت برضو بتعب.
فاللي هو ايه يعني الوخز موجود والتنميل موجود. انا ساعتها سكت بقى بعد كده وما رحتلوش، وقعدت شويه حلوين كده بتاع اسبوع، لقيت الموضوع بيزيد تاني لدرجه ان انا ممكن ابقى واقفه الاقي نفسي وقعت. لو انا حملت على رجلي الشمال عملت اي حركه مثلا تعتمد على رجلي الشمال الاقي نفسي لا وقعت مش قادره، تعباني جدا، لدرجه ان انا لما حملت على اليمين كذا يوم ورا بعض لقيت اليمين كمان بتوجعني مش عندي تنميل فيها، بس بتوجعني من كتر التحميل عليها. طبعا ربنا ما يكتب على حد اللي الواحد حصل له، يعني ربنا ما يكتبها على حد خالص. بالمناسبه انا كنت عايزه اطلع لكم لايف اشرح كل الحاجات دي، بس طبعا لاني انا تعبانه ولان انا بقطع ولان انا زي ما انتم شايفين، فقلت اللايف ده خليه الاسبوع الجاي مثلا ولا حاجه. فان شاء الله يعني حتى الناس اللي كانت بتسال عليا جزاكم الله خير وشكرا جدا ليكم انكم سالتوا عليا وانكم يعني خدتوا بالكم ان انا مش موجوده وان انا مختفيه. جزاكم الله خير، ويا رب دايما احبائي في الله احباء حكايه ومعلومه. المهم بعد كده بعد اسبوع لما حالتي بدات تتدهور مره تانية يعني الحمد لله قلت لا انا اروح اعمل المقطعيه اللي الدكتور قال لي عليها واروح على الدكتور الاستشاره بتاعتي. حجزت طبعا لان كان الاستشاره في وقتها فات. فانا من وقت ما جبت الاشعه وتقرير الاشعه وانا عارفه ان هم عندي جلطتين في المخ، بس هاخد لهم ايه بقى علشان يدوبوا، هعمل ايه، هيأثروا على ايه، هيعملوا ايه، انا مش عارفه. ما فيهاش حاجه. فقلت له لا يا دكتور فيها. فبيقول لي لا ما فيهاش. قلت له لا انا كيميائيه وبفهم في الاشعه وفي التقرير وفيها جلطتين. فانا كنت قريت ان انا عندي جلطتين بس صغيرين الحمد لله رب العالمين ومش مؤثرين على حاجه مكتوب كده في التقرير بتاع الايه بتاع الاشعه. فقلت له لا انا كيميائيه وعارفه ان دول جلطتين في المخ، بس انا جايه سؤالي ان هم قدام، جلطتين قدام مش جداد، مفيش اي حاجه جديده. انا سؤالي بقى العرض اللي جالي ده جالي ليه؟ يقول اشمعنى دلوقتي لو هم قدام زي ما التقرير بيقول؟ فراح بيقول لي الجلطتين دول قدام فعلا وانت كلامك صح، ولكن الشريان اللي بيوصل الدم للمخ ضاق، فطبعا مع الجلطات اثر عليكي واثر على حركتك الشمال، فطبعا لازم راحه. وكتب لي حقن تاني لايسن 5 مللي. بتقولي مفيش حاجه يا دكتور؟ فراح مبتسم كده قعد بقى يقول لي اقفي على طراطيف صوابعك، ظهرك بيوجعك، معرفش ايه، كل الحكايه دي اللي انا عايزه اقولها لكم. انا بصوا الحمد لله انا بحرك ايدي، اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد، بس انا كتفي برجلي بظهر الغيب من اسره حكايه ومعلومه تكفيني ان ربنا يشفيني. اللي انا عايزه اقوله لكم بقى واللي انا طالعه اقوله لكم ان انا اللي خاف عليا واللي كلمني ناس انا يعني كنت اتوقعها وكل حاجه، ولكن في ناس تانية كنت اتوقع انها تسال عليا ما سالتش. تليفون اتصال بالتليفون، ما هنش عليهم يرفعوا سماعه التليفون يتصلوا بيا. اخويا الناس بقى اللي متابعه حكايتي من الاول بقى، الناس اللي من اول القناه معايا، اخويا اللي انا كنت في مشاكل ما بيني وما بينه ايام ما ماما توفت، جالي الصيدليه بالصدفه عشان عيد ميلادي. فجه فبيقول لي ايه يا بنتي مالك قاعده كده ليه؟ قلت له انا لسه نازله الشغل اول يوم النهارده، انا عيد ميلادي كان يوم 13، فجايب لي هديه وجاي. فبيقول لي انا كنت جايه اصالحك. قلت له هو انت ما سالتش عليا كل الفتره دي؟ انا ما كنتش بنزل بقالي 13 يوم ما بنزلش، ما اتصلتش بيا ولا سالت عليا. راح قايل لي اصل انا باجي وبسال عليكي وبيقولوا لي انك انت غايبه، فانا قلت شغلك التاني واخدك وكده. قلت له طيب انا حصل كذا كذا وجات لي جلطتين على المخ وده اللي تم يعني. ولقيته قاعد على الكرسي اللي قدامي وقام معيط، فما توقعتش رد الفعل ده. هو وش افتكر ماما لان ماما توفت بالجلطه، بس ماما كان عندها سكته دماغيه يعني كذا جلطه جنب بعض، فما توقعتش رد فعل اخويا ده خالص. اللي سأل عليا يشكره صديقتي اللي من 30 سنة، ربنا يبارك لها ويكرمها ويبارك لها في ولادها، وطلبت مني انها تاخدني وتفسحني وتغير لي جو. صاحبة الصيدلية جزاها الله خير، صاحب الصيدلية التانية اللي هو زميلي، الناس القريبة مني اللي هم بجد
واحده صاحبتي لقيتها بتعيط في التليفون وبتقول لي انا لو جنبك كنت اجيلك لانها ساكنه بعيد عني. على الصعيد الاخر بقى في واحده من اصحابي بتقول لي يجيلك جلطه ليه؟ لا عندك جوز يضايقك ولا يحرق دمك، واولادك كبار مش شايله هم عيال صغيره، على اساس ان انا يعني صحيت من النوم لقيتهم كبار ما ربيتهمش بقالي 20 سنه، ما علينا، وشغاله بدل الشغلانه 2، تتجلطي ليه؟ وحاجات كتير من دي بقى، انا هو ده اللي فاكراه المضحك في الموضوع. واحده تانية بقول لها بتقولي مالك انت شكلك تعبان قوي، فبقول لها عندي جلطه في المخ، فقالت لي وانا عندي البواسير. انا بجد مش قادره استوعب الناس. انا الحمد لله واخده الموضوع ببساطه، مش مكبره الموضوع ولا حاجه، بدليل ان انا قاعده قدامكم بتكلم. اول ما اتعافيت وقدرت اتكلم بقيت كويسه بتكلم. انا مش زعلانه من الناس، بس انتوا بقول لكم انا عندي دور برد، وانا بقول لكم انا عندي صداع، بقول لكم رجلي منمله، انا بقول لكم كده. الموضوع اكبر من كده. يعني لو كنتش انا، يعني انا مثلا انا مش زعلانه، بس انا زي ما قلت لكم في اول الفيديو هضيق دايرتي، لان انا في ناس كتيره قوي من اللي قالت لي الف سلامه عليكي على الواتس، يعني اكتفوا برساله على الواتس وشكرا ليهم، يعني طبعا شاكرين، هي دي قدراتهم. لو كان حد فيهم لا قدر الله حصل له كده انا كنت لبست وجريت عليه لو هو في اخر بلاد المسلمين. وانا اكبر من اصحابي كلهم ومن اهلي، يعني انا في اخواتي وفي اهلي انا اكبر واحده، ومع ذلك وانا اكتر واحده عندي شغل، ومع ذلك لما حد بيحصل له اي حاجه انا بجري عليه، ما باخرش الحمد لله واجي. وان كان انا مش ندمانه على ده، لان ده معامله ربنا، بس معامله ربنا مطلوبه كمان بالعقل، لان احنا بنتفه من نفسنا لما بنهمش دورنا وبنخليهم يفتكروا ان احنا ما عندناش شخصيه وما عندناش كرامه. اقسم بالله العلي العظيم انا اي حد من اصحابي، اي حد من قرايبي، من الناس القريبين مني بيقول لي تعالي، انا بحاول بقدر امكاني اسيب كل حاجه في ايدي واروح له لمجرد ابقاء الود، مش عشان مصلحه ولا عشان حاجه، ابقاء الود. لكن بعد الوعكه الحلوه التقيله اللي انا فيها شفت ابني وهو بيعيط، وبالمناسبه انا شفت ابني بيعيط نفس الموقف ده عشته من 20 سنه مع والد ابني اللي هو ابو ولادي على باباه. حمايه كان عنده سنه 2005 تقريبا او 2006 جاله 7 جلطات، منهم جلطه في جذع المخ. كانت مفيش الحمد لله تنميل، ولكن كانت قاضيه خالص على مراكز الاحساس. كمان قعد 2 شهرين بياكل برايل لانها كانت مؤثره على مراكز البلع وعلى مراكز حاجه هنا البلع والتذوق حاجه زي كده، وكان حالته سيئه جدا. ومع ذلك بالاراده وبالعزيمه وبالعلاج وبقدره ربنا سبحانه وتعالى قام ووقف على رجله. حتى بنتي الصغيره فاكره، لان هو قعد عشان يعني قعد بالجلطه 10 سنين تقريبا، يعني هو من 20 سنه جات له جلطه، بس قعد 10 سنين بالجلطه وبعد كده توفى. ولكن هو قام بالسلامه، وكنت انا بستغرب قوي، يا ربي عنده 7 جلطات وماشي على رجليه، عنده 7 جلطات وبيعرف ما شاء الله ياكل ويروح يجيب حاجته من السوق. فالايمان بالله واليقين بالله وقدره الله، وانك عارف انك انت توكلك على الله سبحانه وتعالى. لقيتني انا في نفس الموقف، لقيت طبعا يعني يعني هو كان اصعب بكتير. هو كان بقول لكم 7 جلطات منهم جلطه في جذع المخ. الحمد لله رب العالمين انا الجلطتين بتوعي هنا ورا ومش مؤثرين على حاجه غير على الحركه، زي ما قلت لكم، زي ما الدكتور قال لي ان في شريان داء وهو بيوصل الدم للمخ فعمل التاثير ده. انا كنت من الاول مش عايزه اطلع اعمل فيديو غير لما يا اما يجرى لي حاجه فما اطلعش تاني، يا اما ربنا يكرمني واقدر اتعافى حتى ولو 30% من المرض، واطلع واتكلم معاكم واقول لكم ان الحمد لله رب العالمين ربنا انعم عليا بالمرض وابتلاني. وفي حد قال لي ان المرض ده رزق،
يعني ايام الرسول عليه الصلاه والسلام لما كان حد بيقعد اكتر من 40 يوم ما يحصلوش حاجه كان بيروح على الرسول يساله ربنا غاضب عليه ولا لا. فالحمد لله ان ربنا بيقدر المرض وبيلطف بيا، يعني ولا رقدت الحمد لله، ولا اتشليت الحمد لله، ولا اثر على مركز الابصار ولا. بس انا تركيزي مشوش جدا 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 جدا. معرفش ده بسبب الجلطه ولا بسبب حزني على حالي ولا ايه، بس انا طبعا الحمد لله رب العالمين طول ما اسره حكايه ومعلومه في ظهري وطول ما انتوا معايا انا مبسوطه وسعيده. لو عجبكم شيروه، لو ما عملتوش لسه اشتراك للقناه اعملوا سبسكرايب للقناه. كنت حابه قبل ما اختم الفيديو بتاعي اقول لكم على حاجه، انا ما بحبش اضيع وقت وما بحبش الوقت يتسرق بيا. فكان صديقي في رحلتي مع المرض الكام يوم دول الحمد لله ان ربنا عافاني الى حد ما، ارض زيكولا. دي قصه للكاتب عمرو عبد الحميد، شكرا عمرو عبد الحميد بجد. الجزء الثاني اماريتا، الجزء الثالث وادي الذئاب المنسيه. يا رب عشان طلعت الكتب دي يا رب يا رب اليوتيوب ما يقفل الفيديو، اتمنى من الله يعني. شكرا عمرو عبد الحميد. الفكره جميله، القصص جميله، الجزء الاول فوق الرائع. يا ريت لو حد يتبنى القصه دي ويعملها مسلسل بانتاج ضخم حقيقي هتبقى تحفه. طبعا اظن ان دي اكبر من انها تبقى فيلم، الا لو كانت فيلم كل جزء هيتعمل لوحده. القصه رائعه وبتتكلم عن عوالم موازيه وارض تانية غير ارضنا، ما يعرفوش فيها الاذان، ما يعرفوش فيها الصلوات، بيتعاملوا بعملات الذكاء، يعني بالذكاء بتاعنا المخ، يعني قد ايه انت دماغك صاحيه ونبيه وشاطر ولا لا. والعملات المعدنيه والورقيه ما لهمش دعوه بيها، ما بيتعاملوش بيها. حياه صعبه وشاقه وما ينفعش حد يكون فقير، لان كل سنه فقير من فقراء زيكولا بيتم بعد اختياره بيتم ذبحه او تقريبا شنقه. فبجد بجد بجد القصص كانت جميله قوي، ودول كانوا صحبتي في الفتره اللي فاتت. شكرا صديقه بنتي اللي جابت لي القصص دي، جزاها الله خير. وبس كده. وزي ما قلت لكم ضيقوا دايرتكم، مش لازم نقاطع الناس، لا، بس هنضيق دايرتنا علشان نعرف ونحدد اولوياتنا، عشان نعرف مين الحبيب ومين الصديق ومين الصاحب ومين الاخ ومين المعرفه ومين يعني اللي نقول له سلام عليكم ونسلم عليه في الاعياد وبس علشان نبقي الود. ولكن العشم الزياده بيخنق صاحبه واضح. انا معلش انا اللي غلطانه، انا اللي وحشه، لاني حبيت الناس بزياده قوي لدرجه ان هم فهموني غلط، فهموا ان انا متطفله على حياتهم. لقيت نفسي بروح للشخصيه 5 6 7 10 مرات، الشخصيه مش بتجيلي ولا بتعتب لي بيت، اصل بيتك بعيد. طب ما انا باجي من بيتي البعيد برضو ليه؟ الحمد لله. ادعوا لي بظهر الغيب، وشكرا ليكم، ويا رب الفيديو ما يكونش تقيل على قلبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.